يامي يامي. لا لا لا، دي مش ورقة لحمة، المرة دي سمك مشوي على الفحم. شوفوا مزبد ازاي وطري وجميل، طريقة حلوة بطريقتي. تعالوا شوفوها معايا وشوفوا التفاصيل. وانا امل وده دفى البيت، ويلا بينا نخش على التفاصيل. مكونات اساسية بقى معايا النهاردة. طالما هعمل السمك ده مش هستغنى عن المكونات دي ابدا، بحب احشيه كده يبقى جميل. معايا بصلة مش كبيرة يعني اهي، كنت تقللوها تصغروها على حسب، بس ان شاء الله هتكفي السمك عشان حاجات كتير هتعمل كمية كبيرة. التوم طبعا دلوقتي بيتباع اخضر اهو، احنا اشترينا منه. طبعا هستغله، هاخد توم وهاخد العروق بتاعته الخضراء. ومعايا جزر حلو قوي، وممكن ازود كمان واحدة لو عوزت. وطماطم، فلفل الوان لو موجود، مش موجود مش مهم، بس الفلفل الاخضر جميل قوي مع السمك. وكمان في شطه حراقه هتديله طعم وحاجه جميله. طبعا سمك يعني ليمون، مفيش غنى عن الليمون. يبقى ليمون، فلفل، طماطم، جزر، بصله، توم. والتوم اساسي في السمك برضه. ومعانا عود خضره، دي كزبره على شبت. بس لو اجمل لو في بقى ايه كرفس، مثلا مش عارفه، انا كان عندي في الجنينه كرفس من السنه اللي فاتت، وبيتهيألي شايفه عود كده، هروح اشوفه واجي. ما لقيتش كرفس ممكن نستغنى عنه بعود بقدونس، ولو ما فيش مش مشكله يعني، بس هو بيديله ايه طعم اجمل. معانا كمان الملح الاساسي، كمون وكزبره، ودول اساسي في السمك، بس انا بحط كمون ما بكترش عشان ما يمررش. معانا بابريكا. معايا بهارات سمك، لو ما فيش مش مهم يعني، عايزين تحطوها مش عايزين انتوا حرين، طالما كمون وكزبره معانا تمام. ومعايا شعرة شطه لان انا معايا فلفل حراق كده تمام. هروح بقى الجنينه واشوف، يلا بينا نروح نشوف في كرفس ولا لا. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الاقي. ايوه انا هيالي ده، هو ده كرفس لسه ايه طالع شبه البقدونس كده عندي، هو كرفس بلدي والله الحمد لله. دي زارعينه كان عندنا السنه اللي فاتت. انا عايزه حاجه بسيطه يعني تدي ريحه مع التوم. هزود كمان عود ونخش بقى ايه على مطبخ. يا ولاد اديني جبته من الجنينه اهو معاكم شايفينه، هو صغنون بس والله ريحته نفاذه وجميله. حلو، لو ما فيش حطوا بقدونس. طبعا هاخده اهوت، برضه يكون في ترابه في الجنينه من الهواء، هغسله واجيبه معانا. نسيت اقول لكم على مكون ضروري انا بحب اضيفه، ده جنزبيل اخضر، كان جايبولي وايه قطعته وشلته في الفريزر. بحب قوي استخدمه مع السمك او الفراخ المشويه او في الخضار، بحبه قوي. مش موجود خلاص مش ضروري، بس لو عندكم ضيفوه. والخضره قطعتها مكعبات صغننه، هقطع الجزر وهقطع البصل وكل دول مكعبات صغيره، وده برضو هقطعه طرنشات صغننه عشان نصهم هعمل بيه حاجه او جزء منهم، والجزء التاني هعمل بيه حاجه تانية. ولو في بصل اخضر عندكم عايزين تقطعوه، مفيش بصل من التاني قطعه. انا ممكن ازود واحدتين، محدش بياكل بصل اخضر في رمضان عشان الصلاه، فبدل ما يبوظ هقطعهم هما كمان. ويلا بينا شطي. انا بحب اعمل الجزر مبشور، بيبقى جميل وبيطلع بقى العصاره بتاعته كده ويبقى حلو، احسن ما يبقى ايه قطع كده وانا اسناني بتوجعني بقى، مش مستحمله الكلام ده. هو اصلا هيستوي جوه السمك، بس يلا بينا نبشره كده. شوفوا الجمال، انا شكلي هعمل واحده كمان عشان بيدي تسكيره وطعم وحاجه جميله كده في الحشوه. هو الجزر بيحب السمك والسمك بيحب الجزر. هخلص واكمل بقيه الدربكه اللي قدامي دي والتقطيع واجي لكم تاني. شو بقى الجمال، كله اتقطع بقى حاجات كتيره اهي. ادي بصل وبصل اخضر، وادي الثوم، وادي الخضره جزر، في هنا حته جنزبيل، ليمون، شو الليمون، وطماطم، شطه حراقه ربنا يستر بقى احنا صايمين، فلفل الوان. شوفوا الالوان، الوان جميله 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 بتدي سعاده. ما تقوليش دي غلبه ياما، لا دي مش غلبه، طالما هنعملها بحب لاولادنا ما هياش غلبه. يوم في الاسبوع نعمل غلبه، خلوهم يساعدوكي. ايوه بابا يساعدك وهم يساعدوكي، هتعدي في ثواني وبتبقى لما الغلبه دي وحلوه. النهارده انا هغسل السمك، والاول قبل ما اغسله هتبل لكم التتبيله دي، هنحطها في حاجه بقى واسعه ونحط عليها ملحها ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا. حاجاتنا اهي حطيناها في حاجه واسعه، وزي ما قلت لكم بهاراتنا ملح كمون كزبره اساسي. حطوا بقى الباقي، بس مش تحطوا بقى بهارات لحمه، لا ده سمك. ملح كمون كزبره، شويه بابريكا تدي لون،
شعرة شطه عشان في شطه وبهارات سمك، مفيش مش مشكله بهارات السمك. ويلا بينا هنقلبه كويس، وبعد ما نقلبه هناخد منه جزء هوريهولكم اللي هحشيه السمك، والجزء التاني هقول لكم هنعمل فيه ايه عشان هو مهم. يعني على جزئين، الخضار ده هيتقسم جزئين، جزء على قد السمك والجزء التاني برضو للسمك، بس هنشوفه هنعمل فيه ايه، مش هيفضل مكعبات كده. يلا هقلبه كويس واجيلكم تاني. يلا بصوا بقى، قسمته نصين، جزء اهو هخليه ده اللي هحشيه في بطن السمك، ولو هتعملوا صينيه اعملوا ده بس المحبه دول بس على قد السمك، انما انا كمان هشويه فحم، فالباقي ضربته في الخلاط ناعم خالص او في كبه لما يبقى كده، عشان ده بقى لما السمك يتشوي هحطه عليه من بره على جسمه عشان يبقى حادق كمان من بره، لان يا دوبك ده اللي هيبقى جوه، يبقى بدل البهارات وكده وزودته ليمونه وكمان نص اهي كمان عشان يتقشر ويبقى جميل معانا ويبقى تبل من جوه ومن بره. طبعا مش هقدر احط ده كله، ده طلع كتير، اللي هيفضل بشيله في كيس وعلى الفريزر، بينفعني في اي وقت تاني عايزه اعمل سمك فيه ومستعجله بلاقي ده. الخلطه دي بتبقى جميله قوي للسنجاري اللي بنفتحه بطنه كده وبنحطه على ورق ألمونيا، تعملوا لها مندي كده عليها وترشوه عليه، او تملحوا بيه اي سمك عندكم، جميل 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 وخطير. واللي يفضل نشيله في الفريزر مش هيخسر لاي سمك مشوي برده، اي سمك ده جميل. وهنشوفه خطوه بخطوه مع بعض بالتفصيل، ويلا بينا على الخطوه الجايه. وايه ده لبن، هو انت هتحطي سلبك لبن؟ لا 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 لا، ده بتاعي انا بقى، ده هعمل بيه زبادي النهارده عشان نسحر بيها بالليل، ايه رايكم؟ يلا بينا. اهي السمكه معانا اهي، دي اخت الماكريل بس هي مش ماكريل، شوفوا عندكم بقى انتوا بتسموها ايه. هي سمكه حلوه وجميله وبيضه وكلها دهنه صراحه. هنفتحها كده من جوه نضيفها ازاي، كلها دهون ما فيهاش اي حاجه، شوف الدهنه كلها دهنه، سمكه جميله واموره، بحبها قوي في الحاجات اللي زي دي، سنجاري تتحشى من جوه وتحط في صينيه على الفحم. هنمسكه كده كله ننضف بطنه ونطلع النخشوش، اهم حاجه النخشوش ده، بس انا هحتفظ بالدماغ زي ما هو كده، والحاجه دي كده زي ما هي عشان اما اخيط ما تتهريش معايا. النخشوش ده بقى هو بيجيب الزفاره وبيجيب دم، مهما تسيبوه ده لازم يطلع اهو كده. بقت السمكه جميله، اشطفها كويس. يلا بينا شوفوا، نطلعوا كل الدم ده كده، ما تخلوش فيها ولا الحاجات السمرة دي اللي هنا، تتنضف كويس من الدماغ، كل ده هيتحشي معانا. هننضفهم واحده واحده ونرجع مع بعض تاني كده بقى مع بعض اهو. بس يا فلفل شامم ريحه السمك هو مشمشه، هيتجننوا. هاكلكم، انا عامله لهم البطن والحاجه سلقها لهم عشان ايه ياكلوها دلوقتي. بصوا بقى كده اهو، عايزين تعملوه في بوري اعملوه في بوري، بلاميتا او ماكريل اعملوه. دي السمكه اللي هي اخت الماكريل اللي بيبقى روسي كده مجمد، بس دي اغلى من البوري على فكره، ومليانه اوميجا 3 وانا بحبها قوي. طبعا شلنا النخشوش او الخياشيم من هنا، تفضل نظيفه وتحشوا بقى على قد ما تقدروا، بس ما تكتروش قوي عشان ايه ما تفرقعش ان انا احطها على الفحم، فهحاول اخليها خفيفه كده معايا، وهخيطها من هنا بالابره وارجع، او تحطوا لها عود خله سنان. مش عايزين تعملوا فحم، مفيش فحم، رصوها كده جنب بعض في صينيه ألمونيا ودخلوها الفرن في حراره متوسطه، وحطوا بقيه التتبيله دي كده عليها، ما تحطوش بقى ايه دي بس كده حاجه بسيطه كده اللي يفضل عشان تملح من هنا ومن هنا وتستوي. تحمروها تحت الشوايه او تقلبوها كده لو قدرتوا، لقيتوها محمره من تحت سيبوها وحمروها تحت الشوايه وتبقى جميله. ودي كده طريقتنا، هعملهم بقى واحده واحده كده مع بعض وارجع لكم. يلا معاكم بقى الدكتوره امل في عمليه جراحيه خطيره ورهيبه وهتتم بنجاح، عمليه قيصريه. معانا الخيط ومعانا الابره وان شاء الله هنخيطه. عندكم عود خله بتاع سنان ماشي جميل، بس انا عشان هو هيتحط على الفحم وبعدين انا جوزي بقى بيحب يحمره ياما وهيقلب كتير، فخايفه يتفتح صراحه، فهحاول معاه كده بس مش هخيط قوي، يعني اسنده بس، اسند الحشو. ممكن لو هتعملوه في صينيه ما تخيطوش، حطوه كده على جنبه يحمر على الجنب التاني، ممكن نحط من التتبيله دي فعلا فوق الصينيه، انما هنا انا هحطه زي ما هو كده على الفحم، وبعد ما يتشوي على الفحم هنتبله بالتتبيله بتاعتنا. شوفوا بقى ادي الخياطه اهي، بنخيط تخييط جراحين، يعني ايه شغل نظافه اهو، شايفين الجمال. بحاول اقفلها بس بحاول اسيب فيها فتحات شويه، يعني ليه؟ عشان ما تبقاش مكتومه، الحاجات دي تتنفس كده وتنزل كده
وتهوي السمكه من جوه كده تستوي وتبقى ايه طريه وجميله. دي التفاصيل بتاعتنا ودي طريقتي في عمايل السمك. نخيطوه واحده واحده كده حتى من عند الدماغ عشان ما يقعش منه اي حشوه. شوف بقى بيمسك في بعض بس بقى متعندنيش. يلا واكتبوا لي في التعليقات بتعملوه طريقه تانية كده، لو في طريقه عرفوني، كلنا نتعلم من بعض. ويا ريت يا ريت يا ريت احنا في رمضان يا جماعه ورمضان كريم، تبقوا كرمه وتشاركوا الفيديو ده على الجروبات بتاعتكم عشان قناتنا توصل لعدد كبير قوي ونكبر مع بعض وعيلتنا تبقى كبيره. اكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم. اهي سندتها بس يا دوب اهي. هخلص دي وهحشي اللي بعدها، هنقص الفتله دي وايه واحشي التانية وارجع لكم. ايوه يا ولاد رجعت لكم تاني. ايوه الست دي غلبويه النهارده. قلت ايه اتسلى كده وانا بخيط السمك واحكي معاكم. بصوا بقى قوموا دلوقتي كده ولا في اي وقت روحوا اعملوا ماسك لوشكم. ايوه انا عملت ماسك وانا قاعده ايه بخيط اهو. لازم انت تتأنقي وتتألقي. النهارده الجمعه وقاعدين مع ولادنا، وبعدين حتى لو زهقانين ايه يعني ما بنخرجش بره نتأنق للبيت. ان جالك الغصب خده بالرضا. كل البيوت فيها زعل فيها فرح حتى لو زعلانين. وبعدين احنا جيل ما بيعترفش بسنه، عشان لما نجيبه كده واولادنا تتجوز يبقى عندنا احفاد يقولوا الله تيتا صغنونه هي كبيره بس يعني احنا جيل ما بيحبش يعترف ان هو كبر. وكده اعملوا ماسك حتى لو احنا بالليل دلوقتي بالنهار اعملوا ماسك. اهتموا ببشرتكم، حطوا كريم مرطب كده. البنات الصغننه تهتم ببشرتها. شوفي انا قاعده بطبخ اهو احط ماسك وانا قاعده عبال ما اخلص الخياطه دي اروح اغسله عادي. ما كنتش الاول يعني ايه بهتم، بس بقيت بهتم معاكم. يلا هكمل وارجع لكم اهو. خلاص بدأنا ماشي. يلا بصوا على الشبكه كده يا ابو علي. واحده كده جنب واحده. يا منى افتحي الباب بيخبط. مش هيترص كده ونطلع بيه على الفحم كده كله تترص. يطلع بقى ايه على الفحم. مفيش فحم نرصوه في صينيه ألمونيا او بايركس اي صينيه وتحط في الفرن. يلا بينا بقى نطلع على سطوحنا ونشوف هنعمل ايه. ماشي. ايوه على الجمال بقى والريحه. انا عملت السلطه اتاخرت شويه. ايوه ابو علي بيحط له زيت كده شعره صغيره كده نقطه بنقطه كده بس عشان ايه تحمس عمليه الشوي. حتى لو هتحطوه في صينيه هترشوا على وشه شويه زيت صغيرين كده خيط. شوفوا الجمال. شوفوا الدخان بقى والريحه. الناس صايمه يا ابو علي الريحه طالعه بره. هتلاقي العربيات والقطر واقف عندنا ياكلوا النهارده. يا مرحبا يا مرحبا بيهم. شوفوا الجمال. لا مش ريحه سمك مشوي. محدش يشوي سمك برده تاني، كله يشوي على الفحم كانه بفتيك بتشويه او لحمه مشويه. الله انا جوعت. هوريك بقى منظر نيمو قاعده تشم على الهوا. كانت رافعه دماغها دلوقتي وبتشم. حاضر يا نيمو ما تزعليش، قاعده حرسانه هنا عايزه السمك. الريحه قلبه المكان بصراحه حاجه جميله. يو يا ريت الصوره مبينه، يا رب تكون مبينه اللي احنا شايفينه. قلب بالراحه خالص احسن ده زبده. هي السمكه دي حلوه اصلا. دهنه. انا بغسل بطنها وهي كلها بصراحه دهنه. شوف منزله ايه على الفحم. احسن كده تنزل الدهون بتاعتها ويبقى صحي وجميل. واو سلام على اللون ده. الله ينور يا ابو علي، الله ينور عليك. لو عجبكم بقى الشوي على الفحم اكتبوا لنا في التعليقات، ويا ريت مشاركه لكل الجروبات بتاعتكم عشان قناتنا تنتشر وتبقى اكبر. الله كده بقى معانا دهنا الورق الزبده من تحت وتحتيه ورق ألمونيوم.
هندهنه كده بالخلطه بتاعتنا الجميله دي عشان يتبل من تحت ومن فوق. متكتروش ملح، خلوا الملح يا دوبك على القد. تمام. التتبيله الحلوه هي فيها ليمون وفيها كل حاجه كده. ايه، هتنكمر هنا وتستوي على راحتها، قصدي وتعرق براحتها، تبقى جميله بقى ساعه الاكل، تتقشر كده وتبقى حلوه. كله اهو يتبل نفس التتبيله. يلا يا ابو علي، حطوا لنا اخر واحده. اخر واحده مالها زعلت كده ليه؟ ما زعلتيش؟ طب اهو يلا زي اخواتك. جميل، والريحه بصراحه خطيره وما خدش وقت على الفحم. نبتدي بقى كده ايه، نلف كده بورق الالومنيوم ونخلص وارجع لكم تاني. طن طن طن. اللحظه بقى، بصوا الجمال. قربي كده يا شوشو الكاميرا، شوفوا الحلاوه، سايح خالص زبده كده بقى، احلى سمك. هاتي يا شوشو يبقى كده. شوفوا بقى، مع حبه زيتون، شويه رز مفلفلين او بصل زي ما انتوا عايزين، شيبسي، سلطه، وبالهنا والشفا. تعالوا كلوا معانا، وصوما مقبولا وافطارا شهيا. يا رب يا رب يملى بيوتكم دفا، وتكون سنة خير علينا، ويعدي رمضان ده وكله مرتاح البال يا رب.